اهم 5 قنوات على اليوتيوب الاخيره صوت هيرة. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في فيديو جديد من برنامج كريم نور. لنا فتره كبيره جدا ما صورناش فيديو، اتمنى ان الفيديو اللي هنزله النهارده يعجبك ويقدم لك حاجه ويفيدك ان شاء الله. طيب يا صديقي، من التيتل بتاع الفيديو او من العنوان بتاع الفيديو انت عرفت النهارده احنا هنتكلم على ايه بالظبط. احنا النهارده هنتكلم على اهم 5 قنوات على اليوتيوب من رايي الشخصي، وبصراحه لما تروح تجرب او لما تروح تتابع القنوات دي لو انت اوريدي مش بتابعهم هتاكد على الراي بتاعي، ان انا شايف ان القنوات اللي هقول لك عليها النهارده هتفيدك بكميه كبيره جدا او هتفيدك فايده كبيره جدا في حياتك، ومش لمجرد ان هي قنوات علميه بحته، ومش لمجرد ان هي قنوات علميه هتديك علم وهتديك مش عارف حشو الدماغ وحشو في الكلام والعلم والكلام ده. لا، انا برضه هقول لك في القنوات بتاعت النهارده حاجات مسليه، حاجات هتفيدك وفي نفس الوقت هتبقى مسلي معاك، الاثنين في واحد. طيب قلنا معلومه في فيديو قبل كده ان اليوتيوب نشأ 2004 وتصمم 2005، يعني 2004 جت الفكره لجواد كريم صانع اليوتيوب، و2005 تصمم الفيديو. من يوم بقى من اليوتيوب ابتدى انه يصنع فيديوهات وان هو ينزل فيديوهات عليه، او منصه قادر من عليها انك تنزل فيديوهات. الصوت العربي اخر فتره زاد كبير جدا، زاد بنسبه كبيره جدا في موضوع اليوتيوب ده، خصوصا لما اكتشفوا او لما عرفوا ان اليوتيوب ده بيدخل فلوس. كله بيجي يعمل قنوات، في ناس بتتجوز مخصوص عشان تعمل قنوات، يقول لك احمد وهادي احمد ما الى ذلك. ولكن في الفيديو بتاع النهارده احنا هننقي الصفوه بتوع الجماعه دول، هننقي خلاصه الخلاصه، اعظم او اقوى 5 قنوات على اليوتيوب. بدون رغي كتير ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هيبقى خفيف وهيبقى فيديو لطيف باذن الله، مش هنرد فيه. خلينا ندخل في اول قناه هكلمك عليها النهارده، وهي اقوى قناه على اليوتيوب، هي قناه دوبامي كافين. دوبامي كافين انا قلتها في كذا فيديو ليا، قلت القناه دي بتعمل ايه، او قلت خلاصه او قلت تجاربي مع القناه دي، وان القناه دي ازاي فادتني، والفيديوهات اللي انا سمعتها فادتني من القناه دي وغيرت من حياتي. صاحب القناه دي اسمه ناصر العقيل. ناصر العقيل ده القناه دي ببساطه شديده جدا هي بتلخص كتب، ما بتعملش حاجه غير انها تلخص كتب. ولكن النقطه اللي القناه دي بتقدمها او الحاجه المميزه والحاجه الغريبه اللي القناه دي بتقدمها ان بيلخص لك كتب، ولكن تخليص او تلخيص مفصص، تلخيص بالفتفوته. يعني الكتاب بيمسكه لك بيقول لك كل اللي اتقال فيه، او بيقول لك كل المعلومات وكل الحاجات اللي ذكرت في الكتاب. الفيديوهات بتاعه دوبامي كافين ده بتوصل ل 20 دقيقه و30 دقيقه و40 دقيقه كمان. معنى ذلك ان هو بيلخص لك الكتب، كل جزئيه في الكتاب اللي هو بيلخصه لك بيقولها لك. يعني هو مش لمجرد ان هو بيجيب لك الفكره العامه للكتاب او الهدف من الكتاب او انك ازاي مثلا تستفاد من الكتاب ده ويجيبهم لك في كذا نقطه و10 دقائق 20 دقيقه وبس. لا، نصر العقيل في فيديوهات زي ما قلت لك بتوصل ل 40 دقيقه، وانا سمعت الفيديوهات دي او سمعت بعض من الفيديوهات دي بيفصل لك حرفين الكتاب جزء ومرحله مرحله وحته حته، ويقول لك ازاي تستفاد منها. وبالمناسبه نصر العقيل ده ليه سبوتيفاي، يعني الفيديوهات اللي هو بينزلها على اليوتيوب بتنزل كاوديوز او كصوتيات على سبوتيفاي. ممكن تبحث على سبوتيفاي عن نصر العقيل او دوبامي كافين وهتلاقي لك القناه بتاعته او هتلاقي لك الفيديوهات بتاعته. زي ما قلت لك نصر العقيل ده مش لمجرد ان هو بيلخص الكتاب او بيلخص الفكره العامه في الكتاب. نصر العقيل ده ما بيسيبش جزئيه من الكتاب اللي هو بيقوله لك او اللي هو بيلخصه لك في الفيديو بتاعه الا لما يقوله. القناه دي قويه جدا، والقناه دي حرفيا وعدد السبسكرايبز اللي فيها تشير لك ان هي من اقوى القنوات لتلخيص الكتب في الوطن العربي. عقبال لنا خلصنا اول قناه. ثاني قناه في الحضاره. معلومه بسيطه جدا، القناه اللي هنتكلم عليها في الحضاره هي ما اسمهاش في الحضاره، اسم القناه انا العربي، ولكن في بلاي ليست او فيها جزئيه في القناه دي اسمها في الحضاره. انا بتكلم بقى في حته معينه في الحضاره بتاعه محمد السعدني او محمود السعدني، خلينا نقول سعداني عشان هم بيقولوا الفيديوهات السعداني. القناه دي اكتشفتها مؤخرا، او هي ما لهاش فتره كبيره بتنزل فيديوهات، لكن بسم الله ما شاء الله حرفيا القناه دي جامده جدا. القناه دي ببساطه شديده او محمد السعداني ده او محمود السعداني بيتكلم في القناه على نظره اجتماعيه ونظره فلسفيه للمجتمع وللناس. يعني بيقول لك ايه اللي بيحصل في المجتمع، بيجيب لك مقالات وبيجيب لك كتب لناس قديمه علماء اجتماع وفلسفيين سقراط وارسطو والجماعه دول، بيحكي لك وجهه النظر بتاعتهم في المجتمع ووجهه النظر في الحياه وازاي الحاجات دي بتطبق في عالمنا الحالي. بيتكلم برضو عن النرجسيه، بيتكلم برضو على حب الذات، بيتكلم برضو على الحشيش، بيتكلم عن حاجات كتيره جدا. بصراحه محمود السعداني او محمد السعداني انا بالنسبه لي من احسن الفقرات اللي في يومي اللي هي قبل ما انام. انا قبل ما انام بمسك فيديو للسعداني ده بقى وانام عليه. يعني بيديك معلومات بصراحه وبيفيدك في العلم وبيفيدك في الاجتماع والفلسفه والحاجات دي، والطريقه بتاعته هاديه جدا والطريقه بتاعته حلوه جدا، مش بيشتت الانتباه ومش بيخطف الخطف كده، ومش اللي هو الشورت كاتس وان هو يشتت الانتباه بتاعك او يجذب الانتباه بتاعك. لا، بيتكلم بطريقه هاديه جدا، طريقه بسيطه جدا تحبه، يعني بجد تحبه. والسكتش اللي بيعمل في الاول حاجه حلوه برده وحاجه لطيفه. انصحك جدا انك تروح تتابع القناه دي، اكيد يا صديقي هتستفاد والله. ثالث قناه هنتكلم عليها واللي هي اقوى قناه او من رايي الشخصي احسن قناه عربيه على اليوتيوب هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مايكل راشد وانت بتتفرج على برنامج الزتونه. انت كده عرفت بالظبط برنامج الزتونه، صاحب الاستاذ الدكتور مايكل راشد. الزتونه انا من 3 سنين او من 4 سنين كنت متابع قناه الزتونه، هي قناه قديمه جدا، يمكن من 8 سنين او من 7 سنين
بتنزل فيديوز على اليوتيوب. القناه دي بتتكلم لك في مواضيع كتيره جدا، بيتكلم لك في تلخيصات كتب، بيتكلم لك في تطوير ذات، بيتكلم لك في كاريزما، بيتكلم لك في تواضع. بس اهم جزئيه فيها الكاريزما دي، ان هو بيتكلم في كاريزما، ازاي يبقى عندك شخصيه وسط الناس، ازاي يبقى عندك شخصيه وسط اصحابك، ازاي تختار صحابك. بيتكلم في العمل الحر او بيتكلم في الفريلانسنج، وانك ازاي مثلا تعمل عمل حر بالجو ده. بيتكلم في حاجات كتيره جدا، ولكن انا بالنسبه لي اقوى وافضل بلاي ليست على القناه دي هي الكاريزما، او ازاي يبقى عندك شخصيه، ازاي يبقى ليك تعامل مميز مع الناس، ازاي تكسب تعاطف الناس او تكسب حب الناس، ازاي ما تبقاش تقيل، ما تبقاش رخم. وبرضه بيتكلم على ازاي تبقى فريد في التعامل او تبقى مميز في التعامل مع الناس، ازاي تتكلم بشكل منمق او شكل هادي، شكل حلو، شكل يحبك الناس. عايز اقول لك ملحوظه صديقي، ان بجد القناه دي فادتني في شخصيتي وفادتني في الكاركتر بتاعي، انه بيقول لك نصايح علميه وتجارب علميه مثبته، يعني مش لمجرد ان الكلام ده قريب من شويه كتاب، لا هو اوريدي بيجيب لك تجارب على الناس او على شويه ناس طبقت الحاجه دي وحصل معاه كذا. واحلى ما في القناه دي ان هو بيحكي لك وبيقول لك ان انت دايما هتلاقي شخص في حياتك بيعمل كذا كذا كذا، وبالتالي الناس بتحبه، فانت هتاكد المعلومه دي وهتحس ان الراجل ده بيتكلم جد والراجل ده عارف المعلومه بتاعته. طبق الكلام اللي هو بيقوله لك، والكلام هتلاقيه هادي جدا، مش هيقول لك نوتس واكتب وراه والكلام ده، هيقول لك اتعامل ازاي، اضحك في وش الناس، شويه حاجات كده لما تروح تتابعه هيفيدك. القناه اسمها الزتونه، رابع قناه عربيه وتعتبر من اقوى القنوات العربيه العلميه على اليوتيوب، وهي فارماستان. جينا بقى لموعد القناه العلميه البحته. القناه دي قناه علميه صديقي، قناه بتحكي لك على الامراض، بتحكي لك على الدوبامين، بتحكي لك على الانبساط، بتحكي لك على المخدرات، الادمان، بيجيب لك امراض علميه بحته. يعني بيقول لك مثلا مرض الرهاب الاجتماعي اللي انا ذكرته في فيديو قبل كده، انا كنت واخد المصدر منه، مرض مثلا الشيشه مثلا، الفيب، الحشيش. بيحكي لك كم تجارب، بيحكي لك امراض جسديه وامراض نفسيه الاثنين، بيحكي لك الحل بتاعه، بيحكي لك على الاو سي دي او الوسواس القهري، وانا برضو كنت بعاني في موضوع من ده وخدت منه التجارب، الحمد لله يعني لحد ما اتعالجت من الموضوع ده. هي دي من قائمه القنوات اللي انا قلت لك عليها النهارده، وفضل قناه ثاني، ولكن هي دي القناة العلمية. القناة دي علمية بحتة، بتتكلم في العلم، بتتكلم في الأمراض الجسدية والنفسية. بصراحة أنا معرفش صاحب القناة دي اسمه إيه، ولكن هو تقريبا هتلاقيه دكتور أو هتلاقيه ليه حاجة في الحاجات العلمية دي. زي ما قلت لك المحتوى اللي على القناة دي محتوى علمي، هتتثقف في العلم، هتتثقف في الطب، في الأمراض، إنك إزاي تعالج، إزاي مثلا لو حصل معاك موقف كذا، أو لو واحد صاحبك حصل له كذا كذا إزاي تتعامل معاه، وهكذا. خامس قناة وأنا أصريت إن الخامسة دي تبقى أقوى قناة فيهم، وهي قناة علي محمد علي. القناة دي أعظم قناة على اليوتيوب بلا منافس. علي محمد علي أعظم قناة على اليوتيوب. علي محمد علي تلخيصات كتب وتطوير ذات، ولكن بطريقة هادية جدا، بطريقة تدخل القلب حرفيا. يعني أنت بتسمع الراجل ده من أول فيديو أو من ثاني فيديو بالكثير، الراجل ده هيدخل قلبك، بتحسه كده بيدخل القلب، أقسم بالله بريس. الطريقة بتاعته هادية جدا، الجرافيك بتاع الفيديوز بتاعته بسيط جدا، مفهوم جدا، حاجة حلوة جدا وحاجة مميزة جدا في علي محمد علي، إن هو بيلخص لك الكتب. معظم الكتب اللي بيلخصها أجنبية، فلحد ما الكتب دي بتجيب معاها افكار سلبيه او افكار ما تتوافقش او ما تنفعش مع المجتمع بتاعنا اللي هو المجتمع الشرقي. علي محمد علي بيقولها في البدايه الموضوع ده، بيقول لك ان الكتاب ده بيحتوي على شويه افكار ما تنفعش في المجتمع بتاعنا، واحلى ما فيه ان هو مش بيقول الافكار دي، في قنوات بتقول الافكار اللي ما تنفعش مع المجتمع بتاعنا، ولكن احلى ما في علي محمد علي ان هو الحاجات دي بيلغيها اصلا، مش بيقولها لك اساسا في الفيديو بتاعه. علي محمد علي ده اقسم بالله اقوى محتوى على اليوتيوب العربي جدا. علي محمد علي الراجل ده فضله على ناس كتير جدا، وقبل الناس دي بعد ربنا الراجل ده فضله عليا. استفدت كتير جدا، وحببني في القراءه، حببني في شويه حاجات، غير لي شويه حاجات. انصحك جدا جدا يا صديقي انك تتابع علي محمد علي. احنا قلنا الخمس قنوات، واللي من رايي الشخصي اهم 5 قنوات على اليوتيوب: علي محمد علي، فارماستان، الزتونه، دومامي كافيين، في الحضاره. لو انت متابع جزئيه من الناس دي، او لو انت متابع 2 أو 3 من الناس دي، تابع الباقي. ولو انت مش متابع اي حد من الناس دي، ابدا يا صديقي من النهارده وتابع الناس دي، اسمع لفيديوهات الناس دي. انت لو ما عملتش اي حاجه في حياتك غير انك تسمع من فيديوهات الناس دي، اقسم بالله حياتك هتتغير او هتستفاد وهتلاقي في تطور في حياتك لمجرد انك بتسمعهم. يعني ما بتعملش اي حاجه غير انك بتسمعهم، بدل ما تسمع التفاهات والكلام اللي ملوش لازمه. حاول انك تسمع فيديو 2 من الناس دي في اليوم، واسمع مني والله العظيم هتستفاد جدا في حياتك. انا كده خلصت اهم 5 قنوات عربيه على اليوتيوب. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل اهم 5 قنوات اجنبيه، المحتوى الاجنبي الاجانب على اليوتيوب. يا رب الفيديو ده يكون خفيف، يا رب الفيديو ده يكون عجبك، استفدت منه يا صديقي. في اخر الفيديو عايز اقول لك thank you very much for watching and see you soon يا برو. باي.